السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هشرح لكم خدعه اسمها على فين، لانك هتستعمل في الخدعه دي كارت واحد بس من الكوتشينه وهعلمك ازاي تخفيه. فتعالوا نشوف الخدعه بعد كده نشوف الشرح. خدعة قوية قوي، هي بس محتاجة تدريب شويتين، ولو اتدربت عليها كويس واتقنتها هتلاقي التأثير بتاعها قوي جدا. فعشان ما اطولش عليكم في الكلام يلا نشوف الشرح. أول حاجة يا سيدي هي إنك هتمسك الكارت بالشكل ده، صابعين هنا السبابة والوسطى وصابع الإبهام ورا. اللي بيحصل كله إن أنا وأنا بداري على الكارت بإيدي التانية بسحب الكارت ده بالمنظر ده أهو. بص كده زي حركة بالظبط السناب تشينج. حركة السناب تشينج هي دي، ان انت بتحول الكارت للتاني. فهي بالظبط نفس المبدأ، بس بدل ما تمسك الكروت من تحت هتمسكها من فوق، او هتمسك الكارت من فوق اسف. بعد كده تحط ايدك التانية وتعمل الحركة دي في نفس الوقت اللي هي كده اهي. شايف كده الكارت بقى في بوزيشن ان هو جوه الايد بالشكل ده اهو. بص عشان تبقى شايف من الزاوية دي اهو، بعمل نفسي سحبته فاهو كأني سحبته، بس هو في الحقيقة اختفى. وبنفض كده بإيدي اليمين اللي فيها اوريدي الكارت، وانا بروح الناحية دي. بص وانا بروح اول ما اوصل هنا بالظبط عند النص بحط الكارت واطلع، مفيش اي حاجة. بس زي ما انت شايف كده في الكاميرا شايف الكارت باين، فالاحسن في الحالة دي انك ترفع ايدك شوية. طبعا الكارت مش هيبان من تحت لان اصلا هو تلته في ايدك، فاهم؟ فانت مهما تطلع بص هنا بقى يبدأ يبان. فانت لازم تظبط الحركة قدام المراية الاول، تصور نفسك كتير عشان تبقى عارف التكنيك عامل ازاي قدام الناس او قدام الكاميرا، لان طبعا الناس هتبقى واقفة قدامك مش وراك ولا جنبك. فاهو تاني حطيت سحبت كارت اختفى، بروح وانا عند النص بالظبط ببدأ احط الكارت واطلع لفوق. بص انا هنا حطيت نص الكارت تقريبا، فاهم؟ فا اوكي ممكن اميل ايدي لتحت سنة وانا راجع تاني بحط ايدي، امشي شوية. بص بحط ايدي كده اهو وكده تمام كده وكده. تاني اخر مرة بالمعكوس اهو كده بسحب الكارت، بس هو في الحقيقة اختفى. احط الكارت هنا مش موجود، ارجع تاني. بص وانا برجع ايدي يعني الكارت اهو في نص ايدي وانا برجع ايدي اليمين. بص هنا هيبان ان انت اخدت الكارت، فانت بتعمل ايه وانت بتحط ايدك؟ بتعمل الحركة في نفس الوقت. طبعا هي السرعة مش بتبين اي حاجة، فاهم قصدي؟ اتدرب على الحركة كتير، ولو عندك اي اسئلة ما تترددش ان انت تكتبها لي تحت في الكومنتات. ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتفعل زرار الجرس علشان يوصل لك كل فيديو جديد انزله. اكتبوا لي برده في الكومنتس ايه رايكم في الخدعة وعايزين ايه اتكلم عنه في الفيديوهات الجاية. شكرا ليكم، بحبكم جدا، سلام عليكم.